اهلا بيكم في الحلقه الاولى من يو اكس بالمصري. مساء الخير، معاكم بسنت علي يو اي يو اكس ديزاينر. وانا في السلسله دي مش هعلمك فيجما، انا هعلمك ازاي تفكر. حصل معاك وقفلت موقع او ابلكيشن قبل كده من غير لما تكمله؟ في تطبيق يخليك تحس ان هو مريح وسهل ومألوف بالنسبه لك رغم ان انت اول مره تفتح الابلكيشن ده، بس مع ذلك حسيت كده من اول ثانيه فتحت الابلكيشن. ده مش حظ، ده اليو اكس. اليو اكس ده اختصار لحاجه اسمها اليوزر اكسبيرينس، يعني تجربه المستخدم، اللي هو انت يا باشا ازاي تجربتك بتكون سهله او صعبه، حلوه او وحشه مع منتج او شيء معين. ممكن تكون الحاجه دي مثلا لعبه، تطبيق، موقع، عربيه، كيس شيبسي، تليفون، اي حاجه انت بتستخدمها، ايه تجربتك معاها. يعني كل خطوة، كل قرار اليوزر بياخده من أول ما هو بيدخل الموقع ده لحد ما بيوصل للحاجة اللي هو جاي عشانها أصلا. اليو اكس ده ايه؟ الأوفر أول اكسبيرينس، يعني التجربة الشاملة اللي اليوزر بيمر بيها أثناء ما هو بيتفاعل مع منتج أو خدمة معينة. كل بقى جوانب تجربة المستخدم زي سهولة الاستخدام، التصميم بالنسبة له واضح، قادر يوصل للهدف اللي هو عايزه، قدرت ألبي له احتياجاته في التجربة بتاعته مع المنتج أو الابليكيشن ده. هل اليوزر ده فهم هو جاي يعمل ايه؟ هل حس بأمان؟ هل عرف يوصل للحاجة اللي هو عايزها بسهولة؟ أخد وقت قد إيه؟ طب كان تايه وهو بيستخدم الابليكيشن ولا كانت بالنسبة له الأمور سهلة وسلسة؟ كل ده اليو اكس. اليو اكس مش ألوان، مش رسومات، اليو اكس ده تفكير وتخطيط وإحساس للمستخدم. زي مثلا كده انت أول مرة تدخل المترو، فطبيعي هتبقى مش عارف تركب منين، فهتروح تسأل أكتر من حد، فلما تسأل واحد واثنين وثلاثة وعشرة وبرضه تتوه، هتحس نفسك تايه ومش عارف تستخدم الحاجة دي أو توصل للهدف اللي انت جاي عشانه. فبالتالي تجربة المستخدم بتاعتك ما كانتش كويسة. ودي بداية سلسلة يو اكس بالمصري. استنوا الحلقات الجاية لو حابب تفهم وتتعلم يو اكس صح، واعمل فولو عشان تشوف الحلقة الجاية واللي هنتكلم فيها عن الفرق ما بين اليو اي واليو اكس.